هنجري. لبست حفرة ايه محترمة محترفة. اوه ده التانك اتفتح. يعني مش عارف صراحة التانك ممكن يتفتح ازاي وواحد ماشي. بي ام دبليو دي اس، نديله البايك ساين. تعال الدنيا زحمة طبعا، فاحنا هنحترم نفسينا. بسم الله، توكلنا على الله. رايح مشوار، قلت ايه نصور بالمرة. مش حاطط الهيدسيت النهاردة عشان احنا في رمضان، وفي رمضان غالبا يعني اغلب الاوقات بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اسمعش حاجة وانا سايق يعني. فزي ما كنت عايز اقول ان انت السماعة اللي بتلبسها قبل ما بتلبس الخوذة، اذا كانت بقى سماعة او اذا كانت اير بلاجز تمنع الصوت، فهي الهدف منها مش منع الصوت ولكن منع الترددات المؤذية. لان انت يعني انت هتسمع الكلاكس ده. هو الفكرة كلها ان انت الهواء بيبقى ليه ترددات وكده، فانت تبقى عايز تقللها. بس يعني برضو في اصوات معينة بتبقى ملهاش لازمة، فاحنا بنحاول نقلل الترددات دي على قد ما نقدر. فاللي بنقدر نعمله ان احنا بنلبس اير بلاجز، او ممكن تحط هيدسيت في ودنك. ونيجي بقى لتاني نقطة، وهي طيب ازاي هلبس هيدسيت في ودني؟ طيب احسن حاجة لو هتلبس اير بلاجز تلبس فوقيها ماسك. طيب ليه تلبس ماسك؟ عشان الاير بلاجز ما تقعش منك وانت بتلبس الخوذة وانت بتقلع. تمام، دي النقطة بتاعت الاير بلاجز. طيب لو هتلبس بقى سماعات عادية، انا برشح صراحة السماعات السلك العادية جدا. في حاجات انواع بتبقى محترمة بيبقى فيها نويز كانسليشن، او حتى لو نوع مش مفيهوش نويز كانسليشن، انت السماعة نفسها فكرة ان هي فيها تيبس كده خاصة بالشركة المصنعة، يعني اللي هي الرابر ده. دي في حد ذاتها بتمنع الضوضاء بشكل كبير جدا. فانت لو لبستها اظن ده يعني ده هيقلل معاك الضوضاء بشكل كبير، فتبقى حليت المشكلة. طيب نيجي لنقطة تانية مهمة برضو في اختيار الافضل عازل صوت تحت الخوذة لو هنتكلم تاني. هي فكرة برضو حجم السماعة. لان احنا دايما الشركات المصنعة لما بتيجي تعمل خوذة او بتيجي تعمل اي حاجة، هم دايما بيحاولوا يشتغلوا على الايروداينامكس وعلى حجم الخوذة والابعاد والحاجات دي. تمام. طيب هما لما بييجوا يعملوا الخوذة هما ما بيسيبوش فراغات جوه، هما مش عايزين يسيبوا اي حاجة جوه تاخد من مساحة الخوذة او تاخد من الايروداينامكس بتاعتها يعني. فهي بتبقى فت بالظبط. فانت اي اضافات هتضيفها داخل الخوذة لازم تبقى محسوبة كويس، لان انت لو مركزتش في النقطة دي انت هتحس بضغط. طيب اقصد بايه بالضغط ده؟ ان انا دلوقتي لو حطيت سماعة جوه الخوذة، والخوذة دي مثلا انا لبست السماعة دي، والسماعة دي حجم السماعة نفسه كبير، هقع في مشكلة كبيرة جدا، وهي ان ضغط الخوذة كله هيتمركز عند السماعتين. ودي نقطة لو قعدتوا تدوروا شوية في الخوذ هتلاقوا ان توزيع الوزن في في خوذ بيبقى نازل فيها عيوب تصنيع، وهي ان الخوذة وزنها كله متمركز في نقطة معينة، وده مشكلته كلها ان هو بيعمل ضغط في جزء معين في الخوذة. فاللي بيحصل ان انت بتلاقي نفسك دماغك وجعتك من اقل مسافة. فدي بالنسبة للنقطة دي. طيب ايه تاني حاجات تانية نتكلم فيها واحنا بنختار افضل سماعة تحت الخوذة؟ انا مش عارف صراحة الحتة دي عملت كده ليه، بس ماشي. طيب زي ما قلنا حتة
النوع، واتكلمنا عن كل الحاجات دي. طيب بص، يعني ايه؟ طيب يعني ايه تقرا الطريق؟ يعني الراجل ده كان هيموت نفسه دلوقتي عشان هو كسر الطريق مرة واحدة. ربنا يعني يكرمه ويرزقه وكل حاجة. بس الفكرة كلها ان انت اوقات كتير قوي بتبقى في لحظة بتغير كل حاجة. يعني انت مكسل ان انت تتعب نفسك لحظة، او مكسل ان انت تبذل مجهود لمدة معينة، فبتلاقي نفسك خسرت كل حاجة. ومش بقول ان انا ما بغلطش، لا بغلط، وكل السواقين المحترمين والمحترفين بيغلطوا طبعا. بس هو غلط على غلط بيفرق يعني، او غلط من غلط بيفرق يعني. دول بيجروا والطريق زحمه جدا، بجد الطريق زحمه جدا. ليه او ايه الهدف؟ مش عارف يعني. مفيش اي هدف يعني. حتى الفطار مش دلوقتي، والدنيا زحمه، وانت عندك الحته دي اصلا مخرج عربيات ومدخل عربيات وناس بتاخد يوترنات وناس ماشيه وبتاع. ليه ما تعرفش يعني. هنجري. هو الجري في حد ذاته انا ما عنديش فيه مشكله. انا مشكلتي كلها في حته ان انت تجري في طريق مش مؤهل للجري يعني. دي النقطه اللي دايما بنتكلم فيها. ان لو الطريق سامح تجري اجري، لو مش سامح تجري ما تجريش. انا حاسس ان العداد اتفك حرفيا. أنا لبست حفره ايه محترمه محترفه. اوه ده التانك اتفتح. يعني مش عارف التانك اتفتح ازاي، بس تعالوا ايه بطل. يعني مش عارف صراحة التانك ممكن يتفتح ازاي وواحد ماشي، بس الحمد لله يعني. والتانك اصلا مليان، كويس ان هو ما غرقنيش. الحمد لله. رمضان عادي يعني، بتحصل حاجات كده وانت سايق وانت ماشي عادي يعني. حفرة عادي. حفرة انجويت. اهم حاجة ان انت تتشيك يعني. انا فاهم لما خدت الخبطة حسيت ان في حاجة، فاهم، حاجة مختلفة، حاجة بتتنطط. انا ما شفتهاش بس حسيتها. آه مهم قوي تاخد بالك وانت جنب عربية نقل كبيرة، ان هو شايفك ولا لا يعني هو كده مش شايفني دلوقتي. يعني ممكن ما تفرقش قوي لو انت في زحمه. ممكن الموضوع ما يفرقش قوي لو انت في زحمه، بس يفرق لو انت ماشي او في طريق سريع. يعني انت لو في زحمه وهو غلط ورمى عليك هتقول له حاسب يا اسطى، فاهم، قشطه يعني. انما لو انت ماشي في طريق سريع وهو ولا يسمع حاسب يا اسطى ولا يسمع حاسب يا صاحبي يعني، فاهم، هو ايه، مش هيسمع حاجه. ف فدي احسن حاجه ان انت تعملها. بص يعني هو مثلا مش هريسك معاه لان هو اصلا مش مركز في الطريق اصلا. يعني هو مركز قدامه بس مش مركز جنبه خالص. فانا مش هريسك ان انا ايه ادخل مع حد ايه مش مركز. يعني انا ببص دايما على عين السواق اللي قدامي. بعرف هو هو قاري الطريق ولا لا. يعني انت دايما تقرا الناس او تقرا الطريق على قد ما تقدر، بان انت تبص في المرايات، تبص في اللي قدامك ده اصلا شايفك ولا لا. يعني ده مثلا برضو مش شايف، شايفك او لا بتبقى ازاي؟ بتبقى بنظرة عينه. هو رمى عينه في لحظة يبص عليك ولا لا. لو رمى عينه يبص عليك فده تمام. لو ما رماش عينه يبص عليك فده ايه، هو مش مركز قوي ان هو يبص عليك وانت ماشي على الطريق. ففي الحالة دي ايه، نفكس يعني، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد بالنا يعني. انا عايز اقف ابعت لحد كده عشان حاسس ان الوقت مش هيسعفني خالص في المشوار اللي انا رايحه ده. افكر ارجع يعني. بص ايه برضو، بص يعني فكرة برضو الاتوبيسات دايما تاخد بالك من ايه.
من الناس اللي بتنط مره واحده. يعني انت ممكن تبقى ماشي مره واحده تلاقي قاعد نط، فاهم؟ هو انت ايه يا صاحبي؟ عادي، هو نط، فاهم؟ نط عشان اي حاجه يعني. عشان يلحق عربية اتوبيس تاني، عشان يلحق مشواره، عشان يسأل نط ليه. عشان بنتكلم في الفكرة نفسها، فكرة ان ممكن حد ينط قدامك، فاهم؟ آه للأسف مفيش قواعد. ايه ده، انا هو اشوف ميباخ 4 باي 4. واو. مش عارف يعني لو هي اصلا منتشرة، فانا اسف ان انا فلاح، ولا اقلل من الفلاحين، بس انا بحب دايما اقول كده على نفسي. آه مش عارف صراحة، في حد عمال يلف صباعه، مش عارف ده رايح فين، بس ماشي. طيب بص، شايف دي بترمي يمين وهي اصلا مش مركزة قوي في الطريق. بص 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 بص، هي بجد مش باصة يمين والله اصلا. فتاخد بالك دايما، يعني مثلا واحدة زي الأستاذة دي، هي ممكن حرفيا فاهم، سفلتك بالحيطة يعني، فاهم؟ يعني بص، انا ممكن اتفاجئ منها بأي حاجة دلوقتي، فانا حاولت ان انا اعدي في اللحظة اللي هي مش بتاخد فيها اكشنز. بيبان برضه في وش اللي قدامك، فاهم؟ شوية يعني، مش قوي، عشان برضه مبقاش هجاص. بيبان سيكا لو هو مثلا عايز يعمل حاجة، ياخد اكشن، يعمل لقطة. لا اله الا الله، خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك انت كمان، خلي بالك ارجوك. ثانك يو فيري ماتش. يعني العربية دي ايه، يعني محتاجة تغير حاجات كتير كتير. بس الحمد لله، ثانكس جاد، هربت المايه سليم. من النقط اللي يعني بحس ان هي مهمة اوي، ان انت وانت برضو، يعني عارف انت لما تبقى سايق كده مثلا وداخل على حد، وتيجي عايز تنبهه بيك، يعني ادي كلاكس، تمام، واديله يعني واحده تقريبة نور بس، مش فرح نور، فاهم؟ يعني بلاقي بجد سواقين كتير بيعملوا حركه وحشه قوي، اللي هو يفضل بقى فاهم، تقليب نور تقليب نور تقليب نور، تحس يعني ان انت هتتعمي، فاهم؟ يعني انا لما ببقى مثلا سايق عربيه او حاجه، او قاعد في عربيه، فبجد الاقي بقى ايه، حد عمال يقلب نور بقى بطريقه صعبه جدا، اللي هو يا عمده يا رايق يا غالي بالراحه. الدنيا ايه يا عم، ايه كل التقليب النور ده؟ تحس ان انت اتعميت. وفكره بلاقي الموضوع ساعات بيقلب عند، يعني انت ممكن اصلا يبقى واحد يخليك تعدي او هيعديك، بس انت عمال تقلب له نور وبتاع وكده وتنرفزه. واصلا يعني تقليب النور ده، فاهم، من ادوات التعذيب، فاهم؟ بيعذبوا بيها الناس بره. فتلاقيه اتعصب عليك، فاهم؟ يقول لك طب والله العظيم انا مش هعديك بقى، انا يعني انا هحبسك هنا، خليك زي الايه، زي الفار المحبوس. نعم، في الفار الطباخ، في الفار المحبوس. انا هخليك زي الفار المحبوس، ايه، مش عارف تخرج من الحته اللي انت مزنوق فيها. طب اتسألت كتير على ليه انا مش حاطط شكمان تعليق، شكمان، ليه مش حاطط شكمان تعليق؟ بص بصراحة، أول حاجة عشان هي الشكمانات غالية. والله لا بجد، يعني هي أول نقطة وأهم نقطة، إن بجد الشكمانات غالية جدا. ف يعني بصراحة حسيت إن أنا أحط مثلا 5-6 آلاف جنيه في الشكمانات، مش أولوية بالنسبة لي. دي أول حاجة. ليه؟ يعني هتقول لي طب ما أنت ممكن تجيب فردة كاوتش رخيصة وبتاع. أولا أنا مش عايز أقطع في الفردة الستوك، دي أول حاجة. تاني حاجة، عايز اركبها بوصلة، يعني وصلة معمولة عشان الهدف بتاع موتوسيكلي او الموتوسيكلي، فهي هتتكلف في الرينج ده يعني. وستيل برضه الصوت مش هيبقى اقوى حاجة من وجهة نظري يعني.
يعني انا بحب صراحه فكره ان يبقى سيستم راكب، واصله بالعلبه. وبعدين برضو يعني الهورنت مثلا من اكتر البايكس اللي بيليق فيها قوي ايه السماعات، سوري، بيليق فيها العلب الطويله الكبيره، ودي غاليه جدا بصراحه. فايه فأجلت الموضوع يعني شويه. تاني حاجه الكلاب، في مشكله عندي حته الكلاب، ان انا اصلا بخاف من الكلاب. انا اصلا بخاف من الكلاب، فاهم؟ فالفتره اللي فاتت بنسبه كبيره جدا الكلاب بطلت تجري ورايا، او قل يعني جريها ورايا قل. انت فاهم؟ فاللي هو ايه، صراحه فكرت في الموضوع، قلت هو ده ليه حاجه علاقه بحاجه. يعني بجد لما كان معايا الاف 4 اي، انا مفيش كلب في البلد دي ما جريش ورايا. يعني انا كل الكلاب جريت ورايا. فبصراحه قعدت ايه، قلت اتساءل كده، هل الموضوع ده ليه اساس علمي يعني؟ دخلت قعدت ادور شويه، لقيت ان اصلا الكلاب بتحس بالار بي ام والحاجات دي. فلما بتسمع صوت موتور هي اصلا بتتضايق او بتحس بخطر. ده اللي انا فهمته يعني، عشان انا مش فاهم قوي في الكلاب يعني. بس هم اما بيسمعوا ار بي ام او كده بيحسوا بخطر. الصوت بقى بتاع البايك لو عادي بيزود بقى شعورهم بالخطر ده، فهيقوموا يجروا وراك. ده اللي انا عرفته يعني. صح ولا غلط بقى ما اعرفش، بس هو يعني الموضوع ماشي معايا كويس. فقلت والله يعني هو توفير فلوس وتوفير هدر جري كلاب، فقشطه يعني. عمو بصلي. الله، انا بحب اول ما حد يبص لي. مش عشان حاجه والله، عشان بس يعني بحس اللي هو ايه، بتخلي حد برضو يبقى انترستد ان هو يسوق موتوسيكل يعني، فاهم؟ بس بجد الدنيا زحمه جدا يعني، بتحس ان هي هتمطر يعني، تحس ان هي هتديها شويه مطره كده. ف we are getting ready. بص انا طلعت منهم عشان هم عمالين مديني اشاره شمال بقالهم سنه وما بيعملوش حاجه. فانا قلت بقى ايه، اتيك my chances. What is going on here guys, I don't know. دي زحمه بلا زحمه، زحمه بلا هدف، زحمه بلا زحمه، والله زحمه بلا زحمه. هو ده ايه الموتوسيكل ده؟ وما شاء الله بي ام دبليو دي اس. نديله البايك ساين عشان هو راجل محترم لابس السيفتي بتاعته. طيب ندي اشاره يمين، تعالوا نجرب الكاونتر ستيرنج في الدخله دي. انا لما باجي داخل مش بميل الجدون يمين، انا بسيب الجدون ستريت وبميل بجسمي، برجع رجلي اليمين ناحيه الميله لورا وبطلع رجلي التانيه قدام وبزنقها في التانك. ببص على المخرج اللي انا عايز اخرج منه، مش ببص على الطريق. لان انت لو باصص على المخرج جسمك اوريدي هيوديك هناك. تمام؟ طيب الكاونتر ستيرنج فكرته ان انت بتميل بجسمك وبتسيب البايك ستريت او بتديها دفعه خفيفه الناحيه العكسيه. يعني انا هروح يمين هدي دفعه خفيفه الناحيه العكسيه. لا تعال. الدنيا زحمه طبعا فاحنا هنحترم نفسينا. الدنيا زحمه فاحنا هنحترم نفسينا. وبجد يعني اول ما ريسبكت في حته ان احنا الاتنين احترمنا نفسينا. الطريق زحمه، اول ما جرينا هدينا. انا فاكر كان في حد معاه بي ام دبليو جي اس قبل كده، كان عمل لي البايكر ساين زمان وانا معايا الاف 250.
والموضوع كان بالنسبه لي صراحه لذيذ جدا. مش عارف صراحه البايك البي ام دبليو دي 4 سلندر ولا 2 سلندر. من صوتها يعني مش عارف احدد قوي، تقريبا اكيد بتبقى 2 سلندر عشان تقلل استهلاك البنزين تقريبا يعني. بس ما شاء الله بايك جميلة انا بحبها. وهو شخص محترم يعني، سايق بطريقة محترمة كويس على الطريق، ودي حاجة كويسة جدا. ما بيعرضكش للخطر، لان انت لو اللي سايق معاك بيجري كتير فهو يبقى بيعرضك للخطر. بص مثلا شخص زي ده يعني بجد، هو حد مثلا شايف ان هو هياخد غرزة من اقصى اليمين عادي، وبرضه انا غلطان ان انا جريت من اقصى اليمين يعني، فاهم؟ هي lose situation. اتمنى ان هي ما تمطرش بصراحه يعني، انا بقالي كتير ما بسوقش يعني. انت جيت افتكرت ان انت تدخل من هنا دلوقتي ماشي يعني. اتمنى ان هي ما تمطرش بصراحه يعني. يعني انا بقالي كتير ما سوقتش والسنسيتيفيتي بتاعت الطريق عندي قليله بصراحه يعني. يعني ده طبيعي جدا ان انت قعدت فتره مثلا ما بتسوقش، السنسيتيفيتي بتاعت الطريق عندك هتبقى اقل، فده شيء طبيعي جدا يعني. بايكر محترم تاني اهو، نديله البايكر ساين عشان هو راجل محترم ورايح شغله او تاني حفرة تاني حفرة تاني حفرة تاني حفرة، مع اني والله العظيم عارف الحفرة دي. انا عارفها بس قلت اكيد قفلوها يعني، بس طلعوا ما قفلوهاش. طلعت ما اتقفلتش يعني. ماشي. يعني مش عارف صراحة بجد الناس اللي بتغير حارات مش حارة دي ايه نظامها يعني. مش عارف سواء ميكروباص يعني، فماشي يا عم شكرا، نو اوفنس يعني او بدون غلط، بس سواقين الميكروباصات معروف عنهم ان هم بيعملوا اللي هم عايزينه في الوقت اللي هم عايزينه، بدون احترام للطريق او الناس اللي معاك على الطريق، فخلاص يعني احنا اتعودنا يعني، فاهم؟ مش هنشتكي يعني خلاص. المكان ده بجد فاكر فيه حادثة كانت في المنطقة دي، كانت عربية فيها 2 شباب وانا يعني انا رحت وكان في اسعاف واقفة كتير، وشفتهم هم خارجين من العربية، هم الاتنين يعني كانوا توفوا، ربنا يرحمهم ويرحمنا جميعا. والله يعني العربية ما كانتش تقريبا على سرعة عالية قوي، بس والكابينة سبحان الله برضو كانت سليمة، فمش هخرج لكونكلوجنز مثلا واقول الحزام او كده، معرفش بصراحة، بس ربنا يرحمهم يعني. وكل واحد ليه عمره وليه كتاب مكتوب فيه يعني هيقعد لحد امتى او هيمشي امتى او كده. والموضوع بعيد شوية عن حتة ستايل حياتك. اقول لكم ليه، لان انت يعني انت ليك عمر وليك وقت، امتى بقى دي الله اعلم. يعني انت تلاقي مثلا ناس راحت حاربت حروب ومش عارف ايه وعملت ايه وكده، في الاخر تلاقي مش عارف مات عشان العربيه خبطته بعد ما رجع من الحرب.
اللي هو تقعد تبص كده تقول لا اله الا الله، يعني هو نجا من كل الحروب دي ومن كل ضرب النار ده ومن كل القنابل دي ومن كل الحاجات دي، وفي الاخر مات على عشان عربيه خبطته. اه يا عم، هو مكتوب له ان هو يموت لما عربيه تخبطه، مش مكتوب له ان هو يموت في الحرب. فهي نفس النقطه يعني. انت بتعمل احتياطاتك على قد ما بتقدر، بتاخد بالك من الطريق، ما بتجريش وخلاص، تلبس السيفتي بتاعتك وبتتوكل على الله وبتمشي. نسبة خطورة اعلى اكيد، بس ستيل ايه يعني، انت بتاخد بالك فان شاء الله خلاص مش هيحصل لك حاجة. دي نقطة. النقطة تانية مهمة برضو، او يعني حكاية كده عايز احكيها. كان في كده شفت فيديو كانوا بيتكلموا على ناس عندها شلل نصفي تقريبا، اللي هو يعني ما بيقدروش يحركوا الجزء اللي تحت. فبيسألوهم ايه ازاي يعني ده حصل، او انت ازاي بقى عندك شلل يعني. كل واحد بيحكي بقى قصته. فسبحان الله، منهم ناس كانت مثلا بتعمل مش عارف اللي هو السكيت ده ولا اللي هو بتاع اللي على الجليد ده وعملوا حادثة وتوفوا. دي مجموعة، او ده واحد، كانوا اتنين. واحد تاني قال لك والله انا كنت راكب موتوسيكل ورا واحد و خبطنا ودخلت في شجرة ودخلت في ظهري، وظهري ايه حصلت له الاصابة دي يعني. التالت ده بقى، ودي الحاجة اللي سبحان الله يعني، بيقول لك انا كنت قاعد على الكنبة وحصل لي تجلط في الدم، والجلطه دي وقفت في جزء كده. انا مش دكتور يعني، معرفش، هو اللي حكى كده. وقفت في جزء ما في ظهره، اتسببت في شلل. فاللي هو يعني سبحان الله، انت مش عارف. انت ممكن تبقى في بيتكم على الكنبه ويجيلك شلل، انت ممكن تبقى في بيتكم على الكنبه وبيتكم يقع عادي، انت ممكن تبقى نايم وتيجي تكح تشرق ولا يحصل حاجه تلاقي نفسك مت يعني. فالموضوع ايه سبحان الله، ايه ما بيعملوش يعني. في ناس قلبها بيقف مره واحده يعني، تلاقيه زي الفل ويقول لك والله كان كويس وتوفى بسبب ان هو محدش عارف يعني. هو كان كويس وكل حاجه وتوفى وهو في البيت عادي. لا، فدي النقطه اللي هي بلاقي مثلا شباب كتير بيكلموني يا زياد احنا مثلا في مش عارف اهلنا رافضين فكره الموتوسيكلات كده. بص يعني فكره الموتوسيكل في حد ذاته زي ما قلت كذا مره ان هو خطر، وانا ما برشحش يعني. وانا صراحه لو عندي ابن، لو مش انا اللي هعلمه ان هو يسوق، مش هبقى حابب ان هو يسوق يعني، عشان برضه اكون منطقي يعني. يعني انا مثلا لو هعلم ابني كويس واقول له انت بص انت هتسوق كده وهتعمل كده، وفي موقف زي ده هتعمل كده وتمشي كده، اظن ممكن اخليه يسوق. انما لقيته بقى يعني مثلا على كبر كده عايز يسوق، بصراحه مش عارف، ابقى خايف عليه يعني. لان يعني اظن الحاجات اللي انا شفتها وانا سايق، او الحاجات اللي حصلت معايا واللي حصلت مع غيري برضو، مش بقول ان انا شخص يعني سواق يعني قوي، بس بقول ان الحاجات اللي بتحصل دي او الحاجات اللي حصلت دي بتفرق. برضو نقطه مهمه جدا، وهي هتبدا على ايه يعني. انا فاكر انا لما جبت الاس واي ام ال 150 الاس ار، انا اقسم بالله العظيم جبت اخره. انا جبت كل التوب سبيدز الممكنه اللي ممكن يجيبها، كسرت هوا بكل الطرق، نمت في كل حته عشان يكسر هوا. يعني بحس ان دايما اول بايك او اول بدايه وانت بتبقى عايز تجري وكده، فممكن اظن البايكس ال 150 سي سي او كده تبقى لذيذه شويه يعني. اظن بتبقى اخف، التحكم فيها اسهل، الدنيا تبقى ألذ. فدي كويسه لو انت مثلا لسه فاهم. انما لو بقى لسه انت هتسوق يعني، صراحه يعني بامانه يعني خلينا في المضمون بس كده. ربنا يبعد عنكم اي شر ويرزقكم ويكرمكم ويفتح عليكم. مش عايز احس ان انا بشحت وبس كده. اتمنى
يكون الصوت كان كويس، واتمنى ان كلامي يكون كان مفيد. سلام.